عصابة في سيدي حي الغرب إقليم القنيطرة على طريقة أفلام هوليود. وهذه هي التفاصيل: عصابة خطيرة ضمنها فتيات الأوتوستوب تستدرج الضحايا، وعصابة خلف الستار والأمن يسقط شبكة إجرامية بسيدي يحيى الغرب في إطار جهودها المستمرة لمحاربة الجريمة المنظمة. تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني بمدينة سيدي يحيى الغرب وتحت إشراف مباشر من رئيسها من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة. التحريات الأولية كشفت أن هذه العصابة تتكون من عدة أفراد من بينهم فتيات، وكانت تعتمد أسلوبا احتياليا لاستدراج الضحايا، لا سيما سائقي السيارات، حيث تعمد الفتيات إلى طلب توصيلة ليلية عن طريق الأوتوستوب لتبدأ بعدها فصول كمين محكم، إذ يتتبع شركاؤهن الضحية على متن دراجات نارية وينفذون هجوما مباغتا بمجرد توقف السيارة في مكان معزول، ما يفضي إلى تعرض الضحية للاعتداء والسرقة. وقد أسفرت العملية الأمنية عن حجز عدد من الدراجات النارية التي استعملت في تنفيذ هذه الجرائم، والتي تم ضبطها داخل المجال الحضري للمدينة. في المقابل تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتعقبهم، وتكشف المعطيات الأكثر إثارة في هذه القضية حسب التحقيقات الجارية عن تورط فتاة قاصر كانت تستغل من طرف العصابة كطعم للإيقاع بالضحايا. النيابة العامة المختصة أشرفت على فتح تحقيق معمق لكشف خيوط هذه الشبكة الإجرامية